السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد، ومعانا أول عملة في القايمة وهي 5 جنيه أو 500 قرش الملك فؤاد بالزي العسكري أو بالبدلة العسكرية التشريف. هذه العملة مصنوعة من الذهب الخالص عيار 21 بنسبة 87.5% من الذهب، يعني نسبة الذهب اللي موجودة في العملة دي 87.5%، إذن فهي عيار 21. العدد المصدر من هذه القطعة اللي هي ال5 جنيه هم 700 قطعة فقط، 700 قطعة فقط. تم إصدار هذه العملة في المملكة العربية المتحدة في إنجلترا. وزن العملة 42 جرام ونص، 42 جرام ونص، والقطر بتاعها 36.5 ملي. سعر العملة ديت بيبدأ من أول 50,000 جنيه لو هي متداولة وفيها خبطات وفيها خدوش ونقرات، لحد ما بيوصل ل130,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائيا. معانا تاني عملة في القايمة وهي 5 جنيه برضو أو 500 قرش الملك فؤاد، ولكن بالزي الملكي بالبدلة الملكية، مصنوعة أيضا من الذهب الخالص عيار 21 بنسبة الذهب برضو 87.5%. العدد المصدر 1850 قطعة فقط. وزن هذه العملة يا جماعة 42 جرام والقطر بتاعها 36 ملي. العدد ده كمان هو زيادة شوية عن العملة السابقة، فسعرها بيقل سنة. سعرها بقى بيبقى 50,000 جنيه لو هي متداولة وفيها خبطات وفيها كدمات وفيها خدوش، لحد ما بيبدأ يعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل125,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية، وبتبدأ الأسعار بتزيد وتزيد عن كده لو وصلت لحالة الأنصر إن هي جديدة زيرو بحالة البنك تم صناعتها في المملكة المتحدة. ايه الدور دلوقتي ان انت لو معاك العملات بتاعت الملك فؤاد اللي احنا بنقول عليها ديت او اي عملات اخرى، تقدر تبيعها فين؟ تقدر تبيعها قلت لكم مرارا وتكرارا من خلال 5 اماكن. اول مكان تقدر تبيعها من خلال انا شخصيا، لو نفس العمله ونفس المواصفات اللي انا بقول عليها جوه الفيديو هتصورها وتبعتها لي، انا شخصيا هتواصل معاك واخدها بالسعر بعد ما نتفق عليها ونحدد قيمتها ونقيمها وهنتفق على السعر وهاخدها منك. تقدر تبيعها ايضا من خلال 4 اماكن. اول مكان من خلال الاسواق الحرة اللي موجودة في الاسكندرية وفي موجودة في القاهرة. في موجود سوق في القاهرة بينعقد كل يوم سبت يسمى سوق ديانة جنب سينما ديانة في شارع عماد الدين الألفي، بينعقد كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. ايضا في سوق بينعقد في الاسكندرية في منطقة ميامي جنب كافيه صيام، بينعقد كل يوم 4 من الساعة 8 حتى الساعة 5 مساء. طبعا تقدر تبيع فيهم العملات، بتروح وتعرض عملات هناك، ولاف الهواة والتجار بتعرض عليهم العملات. طب لو انت مش عاوز تبيع في الاسواق الحرة، ممكن تقدر تبيعها من خلال المتاجر الالكترونية اللي موجودة على الانترنت زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونية. ايضا تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك اللي مخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة، وبيتم عقد عليها مزادات بصفة مستمرة، بتعرض عليها العملة وبتواصل معاك آلاف الهواة والتجار، ولو العملة بتاعتك نادرة بتجيب سعر كويس بيبدأوا يتواصلوا معاك وبياخدوها منك بسعر غالي جدا. وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب، فبطلب من حضراتكم ان انتم تشتركوا عندنا على قناتنا على اليوتيوب عشان هسيب لكم الرابط بتاعه الجروبات بتاعه الفيسبوك هناك. ايضا تقدر تبيعها من خلال رابع مكان وهي من خلال موقع يسمى موقع اوليكس. موقع اوليكس دي تطبيق بيتم تنزيله على التليفونات المحموله، موجود عند كل الناس، وفي فئه موجوده لبيع العملات النادره والشحيحه على هذا الموقع اللي هو موقع اوليكس. بتعرض العمله وبتواصل معاك ارضه الاف التجار والهواه بيشتروا منك العمله لو هي نادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق عن الفيديو، فلو عجبك الفيديو بتاعنا فتشجعنا باللي انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب، اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.